السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. ابو زياد بيهدد محمود جابر اللي هو خال الاولاد، اللي هو محمود حوارات او من عيلة حوارات. بيهدده ومديله مهلة 3 ايام. لو اولاده ما جوش يزوروه، وخصوصا يوسف وريماس، هيفضحوا وهيتكلم. هو عامل فيديو ومجهزه يا دوبك على ايه، يعني انه ينزل على طول. الكلام ده مديله 3 ايام. في يوم الاربع ان شاء الله لو اولاده ما جوش هيضطر ينزل فضيحة لمحمود بخصوص واحد اسمه حمادة. معرفش ايه حكاية حمادة دي ولا حد يعرف. دي اللي يعرف الموضوع ده هو بس ابو زياد. محمود كان باعت قبل كده او كان عامل ستوري بيقول لابو زياد ان احنا اجتمعنا احنا والعيله وباباه ومامته واخواته، واتفقوا ان زياد هو اللي هيتولى امر اخواته. فهو اللي يشوف ان كان يقرر بقى ان هو يروح لباباهم او ما يروحوش او الكلام ده. فابو زياد طبعا مش عاجبه الطريقه اللي اتكلم بها محمود، وبيقول له انت بتهددني بابني، فمديله المهله 3 ايام. محمود طلع طبعا مش عاجبه كلام ابو زياد، وبيقول له انت اللي مش عايز حل وانت اللي عايز مشاهدات. فانت ما تنس، يعني لو في ايدك حاجة اعملها، ما تنتظرش ال3 ايام اللي انت مديهم لي دول مهلة. لا، لو عندك اي حاجة فضيحة ليا، عندك اي حاجة، انا بقول لك ايه، نزلها. حاجة غريبة يا جماعة، يعني ان هما بادئين، يعني خالهم محمود ده بادئ يقول لابو زياد الموضوع بقى في ايد زياد. بس يا جماعه الاولاد الصغيره دول هم اللي بيتحكموا دلوقتي، مخلين هم اللي يتحكموا ويقول لابوهم هنشوفك ومش هنشوفك ولا لا. وبرضك يعني، طب يعني لو جابوا ويوسف يشوفوا باباهم، يا ترى دي خدعة جديدة مثلا عشان يخلوه يوافق ان ريماس ويوسف يسافروا بره، وبعد كده لما يسافروا ما يقدروش يعني ما يقدرش يخليهم في مصر ويبقوا على طول في بره؟ الله اعلم. محدش عارف ايه اللي هو المستخبي وايه الفضيحة اللي بيتكلم عليها ابو زياد. ابو زياد تعب يا جماعة قوي، ابو زياد تعب قوي قوي قوي. والجماعة دول تعبوا. الاولاد مهما كانوا برضك كانوا عايشين مع اخوالهم، برضك اكيد كانوا بيسمعوا كلام وحش على باباهم، وان هو مثلا ما بيحبهمش، ان هو يعني برضك واخدين بالكم. فالاولاد مليانين جامد. بس طبعا ابو زياد بيرد كمان على الخال محمود، بيقول له يعني ايه، بيكذب محمود، بيقول له انت معاك اتصل باولادك واتفق معاهم. فابو زياد كمان بيقول لا، التليفونات كلها اللي معايا دي هم غيروها، ما بقتش موجودة دلوقتي. كل ما بيتصل ناس تانية اللي بترد، واخدين بالكم. فده الناس برضك بتسأل بتقول طب ما انت كنت بتقول ان جالك زياد وجاتلك نيرة، ما خدتش منهم التليفون الجديد بتاعهم؟ ممكن يا جماعة حتى لو كانت دول التليفون، ممكن يكون غيروا رقم التليفون برضك، ممكن يكونوا غيروا ارقامهم، الله اعلم. والله الواحد نفسه الموضوع ده يخلص على خير. والله الواحد نفسه برضك ان الاولاد برضك، مهما ده ابوك وامك، انتوا الاولاد دول مش هيحسوا بموضوع ابوهم. رحمة الله على امهم. ابو زياد ما يغلطش في خوال الاولاد، ولا الخوال الاولاد يغلطوا في ابو زياد، لان في الاول وفي الاخر الخسران مين؟ الخسران الاولاد. يعني لو ابو زياد نزل فضيحة لمحمود، ما انت في الاول وفي الاخر دول اخوال عيالك. يعني ما تيجي نيرة تتجوز ولا حاجة، طب ما دي هتبقى يعني اللي هيتجوزها ده في يوم من الايام ممكن يعايرها ان خالها فيها في كذا، او ان باباكي قال على خالك في كذا. يعني انتوا واخدين بالكم يا بنات؟ ما هي فضيحة برضك للبنت.
وبرضك نفس الحكاية لما اخوال الاولاد يعملوا فضيحة لابو زياد، ما هو نفس الحكاية. بيجي واحد يتجوز بنت من البنات ويجي بعد كده يعايرها، يقول لها يلا ابوكي كذا وابوكي عمل كذا، ابوكي ده اخوالك اللي قالوا، مش حد غريب. ايا كان الطرفين بيعيبوا في بعض او كل واحد عايز يطلع منتصر على التاني، فاللي في الاول وفي الاخر اللي هيدفع الثمن هو الاولاد. اللي هيدفع ثمن الحكاية دي هم الاولاد. لان انت يعني سواء العيلة بتشوه في عيلة في ابو زياد هو ابو الاولاد، سواء ابو زياد بيشوه في العيلة، ما هي العيلة دي برضك العيلة اخوال الولاد. ايا كان مين اللي بيشوه في التاني، الاولاد هم اللي خسرانين. الاولاد في الاول وفي الاخر هم اللي خسرانين، وهم اللي هيجيلهم فضيحة، سواء ابو زياد اللي نزل الفضيحة او محمود هو اللي عاب، او اخوال الاولاد هم اللي شتموا على ابو زياد. في الحالتين الاولاد هم اللي خسرانين. فربنا يهديهم يا رب البعض، والموضوع يتحل على خير يا رب. وبعدين برضو ما فيش زي يعني انا اقصد ايه، ان ما فيش بعد الاب والام. يعني مهما الناس تحبك، مهما الناس مهما كانوا حنينين عليك، ما فيش زي الاب والام. وبكره يعرفوا زياد ونيرة يعرفوا ايه هي معنى الاب والام لما ربنا يكرمهم ويتجوزوا ويجيبوا اولاد، ساعتها هيحسوا باللي باباهم حسوا. ربنا يهديهم لبعض يا رب، ربنا يهديهم وترجع نيرة وزياد ورماس ويوسف لحضن ابوهم. احنا مش بنقول ان هو يعني ان هم يسيبوا مثلا عند جدهم ولا الخير اللي هم عايشين فيه، حتى لو كان الخير ده هم اللي جايبينه من القناة بتاعت المرحومة مامتهم، بس هم تعودوا على عيشة معينة، هم تعودوا على عيشة معينة هناك. فربنا يهديهم، ربنا يهديهم يا رب، ويرجعوا في حضن ابوهم، يتليجوا ويزوروا ابوهم. واكيد ابوهم مش هيمنعهم ان هم يبقوا عند جدهم برضك، يعني يبقى هنا شوية وهنا شوية والحياة تمشي، والراجل يفرح باولاده واتحرم منهم سنين طويلة. ربنا يهديهم لابوهم يا رب، ربنا يهديهم ان شاء الله، ويعني ويبقوا كويسين مع بعض، والاولاد ترجع في حضن ابوهم. امين يا رب العالمين. يلا يا بنات عشان ما نطولش الفيديو، اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندنا. مع الف سلامة.